وفاش تسالي قرا وعاود داكشي مره وجوج حتى تاكد من انه كلشي هو هذاك عندك. ورد البال مع الكيس نمبر ديالك، شوف واش صغير ولا كبير حيت مهم بزاف. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه جيده ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو خاص للناس اللي دافع لقرعه امريكا لهذه السنه. كيف ما كنعرفوا انه ان شاء الله يوم 6 ماي 2023 يعني غدا ان شاء الله غادي يتم الاعلان عن نتائج القرعه الامريكيه. درت هذا الفيديو غير باش نعطي واحد النصيحه للناس اللي دافعين وكيسينوا النتيجه. غادي يكون فيديو ان شاء الله على كيفاش تعرف واش نجحتي ولا لا، وكنتمنى لكم التوفيق كاملين. اما موضوع هذا الفيديو هو انه منين يتحل السيت اخويا ولا اختي وتدخل تشوف راسك واش نجحتي وتلقى هذه الرساله اللي كتشوف معايا دابا ومعناها انك نجحتي في القرعه. انا مزوق لك في المهمه ديالك، حضر عقلك وريح 5 دقائق وتهدن ونوض صلي ركعتين تشكر فيها الله عز وجل وسد فمك. هذه هي اللي كنوصيكم عليها الاخوان، هي تسد فمك على اي واحد واخا يكون خوتك. سد فمك بحال ما واقع والو. واول حاجه تنوض تقادها هي الباسبور ديالك. الا ما كنتيش مقادو نوض اخويا وجدو، راه كيوجد في 7 ايام. وسبق لي درت لكم فيديو الاخوان على كيفاش تقادوا باسبور وشنو الاوراق اللي كيحتاجوا. دخلوا لقناه الاخوان غتمشيو لي فيديو بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. غادي تنزلوا بحال هكا الاخوان. الفيديو كنت ديجا درتو هكا شي 5 موا ولا 6 موا. نزلوا بحال هكا الاخوان. هو هذا الفيديو الاخوان. انا ديجا غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في الوصف ديال هذا الفيديو او في اول تعليق بطبيعه الحال باش اللي بغى يشوفوا. كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان الفيديو فيه 11 دقيقه، يعني جميع التفاصيل اللي تحتاج في الباسبور هضرت عليهم في هذا الفيديو، وحتى الطريقه اللي يمكن لك انك تاخذ التمبر ديالك غير من الانترنت. وبالنسبه للاستماره ديال دي اس 260 خذ وقتك الكافي، خصص ليها نهار كامل وعمر المعلومات ديالك كيف ما هي وبصدق وما تكذب ما والو. وفاش تسالي قرا وعاود داكشي مره وجوج حتى تاكد من انه كلشي هو هذاك عندك. ورد البال مع الكيس نمبر ديالك، شوف واش صغير ولا كبير حيت مهم بزاف. وتسنى الرونديفو ديالك وجمع الوثائق باش تمشي للطبيب، المسائل ديال دوك التحاليل وداك الشيء. بطبيعه الحال ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم فيديوهات توضيحيه بالنسبه لهاد المسائل هذه ديال الطبيب والمصاريف وداك المسائل كامله ان شاء الله. فهاد المده ديال القبول ديالك وموعد المقابله كاينه تقريبا 6 شهور، داكشي على حسب الكيس نمبر ديالك كيف ما قلت لكم قبل واش كبير ولا صغير، حيت كل ما كان صغير كيكون عندك حظوظ كبيره انك تمشي. وما تبقاش غير جالس، حاول في هاد المده تدخل مدرسه ديال اللغات تعلم اللغه مزيان ولو على الاقل الانجليزيه، حيت تماك غادي تفيدك بزاف. ولا قدرتي تتعلم شي حرفه غتفيدك بزاف. واهم حاجه حاول تبعد على التجمعات، داكشي ديال راس الدارب ولا الدارب بعد منه بطبيعه الحال، حتى واحد ما غيكون عارف شنو درتي وشنو عندك، ولكن غير بعد حيت في وقت الضحك والفرح مع الاصحاب ممكن تقول اي حاجه عليك وها بنادم عرف اش عندك وثق بيا هنا غتكون تصيدتي اكبر تصيده، حيت قسما بالله حتى غتولي في المشاكل. هذا يسولك من هنا والاخر يسولك من ليه، هنا غادي تمرض انت في راسك وما غاديش تبقى مركز. خويا ولا اختي بعد من بنادم في هذه الفتره ودخل قلب وبحث وتعلم حوايج جداد اللي غادي يفيدوك من هنا للقدام. ويوم المقابله ان شاء الله صلي صلاه الاستخاره وطلب من ربي الا كان هذا الشيء فيه الخير يكون من نصيبك، والا كان العكس يبعدوا عليك. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو كنعاود نقولها لكم، سد فمك الله يرحم الوالدين وقضي امورك في الكتمان حتى يسهل الله وتكون غادي داك الساعات انت حر. سمحوا لي الا طولت عليكم، كنتمنى التوفيق للجميع. تهلاو.